يبدأ الفيلم بواحدة حامل بتطلع البلكونة، وبيجي شعاع من نجم ظاهر في وسط النهار على بطنها، بس مش بتعرف ده ايه بالظبط. وبعدها بننتقل لسفينة رايحة المدينة اسمها كاشي، وفي أب اسمه راندي بنته بتكون تعبانة جدا وبيطلب مية من الناس اللي في السفينة. وفجأة بيظهر واحد اسمه راما بيديله مية يشرب بنته، وبيكون موجود بنت متنكرة على هيئة ولد اسمها ماري، وبتقول لراما إن محدش بيدي المية هنا غير بفلوس. وبتسأله ماري أنت إيه اللي جابك هنا؟ فبيوريها راما تمثال وبيقول لها إن ده نجم بيظهر في عز الظهر قبل 3 أيام، وبيعرفها إنه ظهر أول مرة من 600 سنة، ودي المرة التانية اللي بيظهر فيها. وبيتعرف راما عليها وبيسألها ليه رايحة مدينة كاشي، فبيرد عليه الولد اللي جنبه إن هي دي المدينة الوحيدة الصامدة في العالم في ظل كل اللي بيحصل والخراب اللي موجود. وبيقول راما إن دي أول مدينة ظهرت على وجه الأرض. وبيوصلوا أخيرا لمدينة كاشي، بتكون مدينة مليانة فوضى. وبيعرفهم راما إن السبب ورا كل البؤس اللي موجود في المدينة هو حارس عمره 200 سنة. وبيكون في المدينة حارس اسمه أكاش بيجيله راجل عجوز علشان يبيع له التمثال مقابل وحدات علشان ياخدها ويشتري بيها أكل. وأكاش بياخد منه التمثال وبيقول له إنه مش هيدفع له حاجة. بتوصل السفينة وبيرحب أكاش بالبضاعة الجديدة، وبيؤمر رجالته إنهم يروحوا يفرزوا البنات، وبيلاقوا مفيش ولا واحدة تنفع تكون بضاعة كويسة غير بنت الراجل اللي اسمه راندي، وبياخدوها. وابوها راندي بيسألهم انتوا واخدينها ليه بالظبط، فبيرد عليه أكاش إن البنات الخصبة بتتباع ب10,000 وحدة. فبيرفض أبوها إنه يبيعها وبيضربوه الحرس ومش بيهتموا بكلامه. وبيكون في ولد صغير بيقول لهم إن هو يعرف بنت تانية كانت معهم على السفينة، وبيسألهم هتدفعوا كام فيها. فبيستغرب أكاش وبيقول له إن مفيش بنات تاني. في الوقت ده بتحاول ماري إنها تهرب، وراما بيشوفها وبياخدها معاه لمخبأ سري تحت الأرض. وبيقول راما كلمة السر وبيظهر واحد اسمه كابا، وبيديله جهاز صغير بيتكلم راما بيه الناس في مدينة اسمها شامبا. وبيعرفوه الناس إن ده مش السن المناسب ليه علشان يعرض نفسه للمخاطرة ويسيب البلد من غير ما يقول لهم. وبيعرفوا كمان إنهم خسروا أرواح كتير في حرب مومباي، وإنهم مش عاوزين يعرضوا مدينة شامبا للخطر. وبنشوف واحدة اسمها ماري وبتعرفه إن هو الأمل الوحيد علشان بكرة يكون أحسن، وإنه لازم يخلص مهمته بسرعة علشان الأطفال هنا مفتقدينه. وبيقول لها راما إن هو أكيد هيحقق حلمهم، والنجم اللي ظهر دليل على كده. وبتجيله ست حامل وبتعرفه إن اسمها ديفيا، وبيطلع راما حجر من عنده وبيفتحه. فبتسأله ديفيا هو إيه ده، فبيعرفها راما إن الحجر ده بينور لما بتكون الأم حامل في الشخص اللي هيخلصهم من كل الظلم اللي هم فيه. وبيقرب من بطنها الحجر وبيقول لها إن لسه باقي وقت قدامهم علشان يوصلوا للي هم بيحلموا بيه. وبتعرفوا ماري إن الحجر منورش وممكن يكون القصص اللي بيدوروا عليها مش حقيقية، فبيأكد لها راما إن القصص دي حقيقية. وفجأة بيهجموا عليهم رجالة أكاش وبيقع الحجر وبيتكسر، وبتحاول ماري تهرب مع كابا، وبياخد رجالة أكاش الباقي للساحة. وبنشوف البوابات بتتفتح وبيجري منها أسد ضخم وبيهجم على راما. وبيجي القائد مناس وبيمنع الأسد وبيروح عند ديفيا وبيقول لها إنها خصبة إزاي قدرت تهرب الفترة الطويلة دي كلها. وبيأمر رجالته إنهم ياخدوها للمختبر ويخرجوا الطفل ويستخدموه. وبيحاول راما يتكلم معاه بس أكاش بيطلع الحجر. وبتظهر ماري وبيرحب بيها مناس وبيقول لها إنها اختفت وبعت مكانها للراجل العجوز، ومفكرة إن مفيش حد هيوصلك. وبيعرض عليها إنه ممكن يسيب الراجل العجوز ده عايش مقابل إنها توصف له الطريق لمدينة شامبا. بتعرفوا ماري إنهم هيفضلوا يحاربوا لحد ما يوصلوا لحياة أفضل. وبيروح مناس لراما وبيسألوا عن الطريق لشامبا، فبيعرفوا راما إن البنت متعرفش أي حاجة. وبيقول له مناس إنه هيسيبها لما يقول له عن مكان شامبا. وديفيا بتقول له إنه يرفض لأن في الحالتين هم هياخدوها. وبيتضايق مناس وبيضربها بالليزر في بطنها. وبيحاول راما يساعدها، وقبل ما تموت ديفيا بتقول له إنهم لازم يلاقوا الأم اللي هتولد المنقذ. وبيكلم مناس الشعب وبيعرفهم إن أي حد هيتمرد عليهم هيموت على الفور. وبيقول له راما هيجي اللي هينقذ العالم والناس كلها هتستناه علشان يخلصوا منكم، وإن الوقت ده قرب جدا. وبيتعصب مناس وبيقتله بالليزر في قلبه. وبيقع راما على الأرض وبتجيله ماري وبيقول لها إنها لازم تحكي قصص للأطفال علشان يفضلوا يحلموا بالحياة الأفضل. وبيموت على الفور. في الوقت ده رجالة أكاش بتكون لسه بتطارد ماري وكابا وبيتفرقوا هما الاتنين عن بعض. وبتحاصر رجالة أكاش ماري وبتفتكر لما جدتها كانت زعلانة وبتعيط على الشجرة، وبتسألها ماري ليه الشجرة ماتت.
فبتعرفها جدتها إنها ما ماتتش لكنها مستنية حياة أفضل، وبتروح لكابا اللي لسه بيهرب وبيحاصروا أكاش ورجالته. فبيقول له أكاش إنه هيقبض عليه وهيبيعه ب5000 وحدة. وبتسمع واحدة اسمها بوجي وبتفحص كابا، وبتقول بوجي لأكاش ورجالته إنهم يمشوا. وبتكلبش بوجي كابا وبيسألها أكاش أنت ليه كلبشتي كده؟ فبتعرفه إنها علشان تاخد المكافأة. وبتضرب بوجي ليزر على رجالة أكاش علشان يخافوا. وبيسألها أكاش أنت تبع مين؟ فبتقول له بوجي إنها تبع واحد اسمه أبهاير. وبيظهر أبهاير وهو نايم في الأرض وبيتريق على أكاش. وبتتكلم ست عجوزة في البلكونة وبتقول له إنه مش لازم يستهتر بأبهاير، لكن أكاش ورجالته بيتريقوا عليها. وبتحاول بوجي تصحي أبهاير وبتقول له إن في مكافأة 5000 وحدة. وبيتحداها أكاش ورجالته. وبيقوم أبهاير وبيعد الرجالة لغاية 9. وبيقول لبوجي إن شكلهم كتير جدا وإن 5000 وحدة قليلين جدا على عدد الرجالة دي كلها. فبيقول له أكاش أنت أكيد مليونير. وبتعرفه بوجي إن رصيده 250 وحدة بس، وبيتضايق أبهاير منها. وبيعرض عليه أكاش إنه لو كسب هيديله واحد من رجالته 18000 وحدة وفوق منهم المكافأة كمان. وبيقبل أباهير التحدي وبيقول لبوجي شغل أغنيتي المفضلة علشان أتحمس. وبتشغل بوجي الأغنية وبيرقص وبيتحمس للمعركة. وبيستغرب رجالة أكاش من تصرفاته وبيحاصروه بالأسلحة. وأباهير بيطلع بلع صغيرة من جيبه وبيرميها في راس واحد من الرجالة فبيقع ويموت على الفور. وبيطلع منها طلق كتير بيوقع أغلبية الرجالة في الأرض وبيختفي أباهير على الفور. وبيظهر لهم تاني وبيقول لهم إنه مش بيموت بسهولة، وكل ما يقرب على واحد من الرجالة بيختفي لحد ما بيقدر واحد من الرجالة إنه يمسكه. وبيرفعوا أبهاير لحد البيت اللي فيه العجوزة وبيرميه على الأرض تاني. وبعد شوية أكشن بيقدر أبهاير يقضي على أكاش وبيظهر 2 ضخمين جدا، لكن أبهاير بيقدر يقضي على الكل. وبيقول لبوجي إنه ما عندوش غير معجب واحد، وبيعرفوا بوجي إن هو كده كسب المعركة وممكن إنهم يمشوا. وبيروح أبهاير يسلم على أكاش بروح رياضية وبيلاقي في ايده التمثال اللي قالت عليه العجوزة وبياخده منه أبهاير. وبيجي الراجل العجوز وبيقول له إن ده تمثاله وبيديهوله فعلا. وبعدها بنشوف المستشار بالي ورجالته بيبلغوه إنهم اكتشفوا معدن غريب ومش عارفين إيه مصدره أصلا. وبيستغرب بالي من ضخامة المعدن. وبنروح بعدها لبنت اسمها روشانا بتخدم في المختبر، وبيكون في جهاز بيكشف المثلث اللي في إيديها وبيديها أكل قليل جدا وبتروح علشان تنام. تاني يوم بتروح علشان تبصم بالمثلث اللي في ايديها وبتاخد أكل كتير جدا وبتديه لواحد. وبتعدي الأيام وكل يوم بيتكرر نفس الحاجة وبتقدم الأكل الكتير لواحدة حامل. وبتطمنها روشانا إنها ممكن في وقت ما تخرج من القفص وبتاخد تفاحة من اللي عندها وبتمشي. بيروح لها الحارس وبيقول لها إنها هتفضل خدامة علشان نتيجتها سلبية ومش ممكن تتغير أبدا. وبتطلب منه روشانا إنه يبطل يتكلم معاها وبتحذره إنها ممكن تبلغ عنه. وبياخد الحارس من إيديها التفاحة وبيقول لها إنه ممكن يبلغ عنها بتهمة السرقة لو ما سمعتش كلامه. وبتاخد روشانا منه التفاحة وبتسيبه وبتمشي. وبيوصل مناس على المختبر وبيقابل الدكتور بيلدي وبيعرفوا الدكتور بيلدي إن بقالهم سنين شغالين في التجربة لكنهم ما قدروش يحصلوا على جنين لأكتر من 100 يوم لأن الحمض النووي البشري ضعيف جدا. فبيتعصب عليه مناس وبيقول له إن كل ده كلام فاضي وملوش أي تفسير وإن الرئيس سبرمار عاوز مصل بأي شكل. وبيعرفوا الدكتور إن في بنت حامل بقالها 91 يوم وإن أعضاء الحيوية لسه مش مستقرة. ومناس بيعرفوا إنه عنده أوامر من القيادة العليا وإنه لازم ينفذ الأوامر. وبييجوا للبنت الحامل وبيحطوها جوه جهاز وبيقفلوا عليها وبيطلعوا المصل من البنت الحامل ومش بتستحمل البنت وبتموت فبيحدفوها في المحرقة. وبيطلب الدكتور إنه لازم يقابل صبرنار علشان عاوز يسأله على اللي هو عايزه بالظبط. بيرد عليه مناس إنه ما يعرفش أي حاجة عن المشروع وبيعرفه الدكتور إنه مش هيقدر يكمل من غير ما يقابله ويعرف منه اللي هو طالبه بالظبط. بيوافق مناس وبيروح الدكتور ياخد المصل وآلة حادة وبيروح مع مناس عند المستشار بالي وبيسأله المستشار بالي انت جايب الدكتور معاك ليه؟ فبيعرفوا مناس ان الدكتور محتاج يعرف تفاصيل اكتر عن التجربة علشان يقدر يطور المصل. وبياخدهم بالي وبيطلعهم لمكان عالي جدا وبيبقوا هما التلاتة على دايرة في وسط البحر وبيكون قدامهم سبرمار اللي بياخد المصل وبيغرزه في قلبه وبينزل تحت المية تاني. والدكتور بيكون مستغرب جدا من اللي بيحصل
بعدها بيروح سبرمار مع الدكتور وبيقول له إنه بقاله كتير جدا ما تعرضش لمحاولة اغتيال، وبيخنق الدكتور وبيرفعه لفوق، فبيطلع الدكتور الآلة الحادة من جيبه وبيطعنها في قلبه، وبنعرف هنا إنه مش بيموت وإنه موت ناس كتير جدا لحد ما أنهى العالم. وبيسحب سبرمار روح الدكتور وبيحوله لهيكل عظمي وبيرميه في الماء على الفور، وبيأمر سبرمار مناس إنه يجيب المصل من واحدة حامل لمدة 150 يوم على الأقل. بنرجع لروشانا وهي ماسكة تفاحة وبترفع الملابس من على بطنها، وبتكتشف إنها حامل وبتشوفها واحدة من الخدم اللي معاها، وبنعرف إن روشانا حامل في 5 شهور، وبتسألها الخادمة إزاي ده حصل وهي نتيجتها سلبية أصلا. بتكون روشانا مش عارفة السبب مع إن هي بتحس بحركة الطفل جواها، وبتنصحها صديقتها إنها تروح وتبلغ يا إما هيقتلوها. وبترد عليها روشانا إنها عاوزة تحتفظ بالطفل، وحتى لو عرفتهم بنسبة 90% هي هتموت برضه وهتخسر كل حاجة كمان. ولحد ما يكتشفوا كده لوحدهم هيكون عندها أمل إنها تخرج من القفص. وبنروح لكابا وهو بيطلب من أبهار إنه ما يبيعوش، وفي المقابل هيفضل مدين ليه طول حياته لأنه أنقذه منهم. فبيرد عليه أبهار إن بمناسبة الدين هو عزم على الأكل النهاردة، وبيروح عند مطعم شاتلي واللي بيرفض انه يبيع لهم اكل لانه مديون بفلوس كتير جدا. وبيشوف ابهار معاه اكل غالي وبيعرفوا شاتلي ان ثمنه 5000 وحده وبيشتري ابهار. وبيخرج من المطعم وبيقول ابهار لكابا انه لازم يكسب الجائزه الكبيره علشان يقدر يشتري بيض كتير جدا. وبيسأل كابا على بوجي وبتعرفه بوجي انها كانت القائده في السفينه. وبيحكي أبهار إنه كان يتيم وفي طيار خده وقرر إنه يربيه لأنه كان طفل هادي جدا، والطيار اللي لقاه علمه إزاي يفضل عايش ويواجه كل شيء ممكن يضره. لحد ما في يوم عرضوا مكافأة على اللي يلاقي الطيار وتعرضوا لمخاطر كبيرة جدا لأن كل الناس كانت طمعانة في المكافأة. وقرر إن هو يبلغ عن الطيار وياخد المكافأة وينسى كل حاجة هو قدمها له. وقبل ما يمشي الطيار بيشجعه وبيقول له إن دي الطريقة اللي المفروض يعيش بيها في العالم. بيتأثر كابا بقصته وبيروح أبهار على بيته وبيلاقي ليو مستنيه وبيطلب منه 20,000 روبيا اللي عليه. فبيقول له أبهار إنه لسه مخلص المهمة وإنه أول ما يبيع الشخص اللي معاه يرجع له فلوسه. ليو بيقول له إنه هياخد العربية وبيرفض أبهار. وبتظهر حبيبته روكسي وبتتخانق معاه وبتقول له إنها جالها شغل في المجتمع الأفضل، وبيطلب منها أبهار إنها تاخده معاها. وفعلا بتسمع روكسي كلامه وبتاخد تصريح عمل لمدة 70 يوم، وبياخد أبهار تصريح عمل لمدة 80 ساعة. وبتبدأ روكسي تشتغل وبتقول لأبهار إنه لازم يجي علشان وراهم شغل كتير. وبياخدها أبهار على جنبه وبيقول لها إنه مش مستعد يضيع الكام ساعة اللي واخدهم للشغل، فبتقول له إن هو أناني وهيخسرها الوظيفة بتاعتها. وبيشوف أبهار حصانين وبياخد روكسي وبيركبوا عليهم وبيستمتعوا بالمناظر الطبيعية. بعدها بياخدها عند جنينة مليانة أشجار وبيدوقوا الفاكهة لأول مرة. بعدها بيشوفوا البحر لأول مرة في حياتهم وأبهار بيكون مبهور جدا بالعالم. بعدها بنروح لروشانا وهي رايحة أوضتها وبيكون الحارس موجود هناك وبيحاول يعتدي عليها. بتحاول روشانا تدافع عن نفسها وبتبان بطنها وبيكتشف الحارس إنها حامل، وروشانا بتكون عاوزة تقتله علشان محدش يعرف سرها أبدا. وبتيجي صديقتها ليلي وبتطلب منها إنها تساعدها لكن ليلي بتخونها وبيقبض على روشانا. بنروح لماري اللي بتكون لسه هربانة وبنشوفها 2 من رجالة أكاش وبتنط في فتحة تحت الأرض، فبينط وراها راجل وبيظهر حراس المكان وبيلحقوها. وبنرجع لروشانا بعد ما قبضوا عليها ومناس بيكون مستغرب جدا إن في حمل كمل 120 يوم. بيعرفوا الدكتور الجديد إن الجنين جوه رحمها بيكبر بسرعة عكس المعدل الطبيعي. فمناس بيقول لها إن سبرمار ما يهموش الجنين أصلا واللي يهمه المصل وبس، وفعلا بيدخلها للآلة. وقبل ما يستخرجوا منها المصل الآلة بتتعطل وبترمي روشانا جوه البحرقة وبتكون خلاص هتموت لحد ما بتيجي صديقتها ليلي وبتنقذها وبتعتذر لها إنها كان لازم تعمل كده من البداية. وبتهربها ليلي من باب سري وبتدلها على الطريق اللي تمشي منه وفعلا بتقدر تهرب روشانا. وبيلاحظ الحارس اللي أنقذ ماري إن في حاجة غريبة بتحصل في العالم وبيقرب من ماري وبيلاحظ الحجر بتاع روما منور في جيبها وبياخد الحرس الحجر من جيبها وبيحط على دماغه وبتهب رياح سريعة على العالم كله. والحارس بيقول لماري إنه ورا شغل كتير لازم يعمله، فبتسأله ماري عن اسمه فبنعرف إن اسمه آشو وبيسيبها بعدها وبيمشي. وبنروح لمناس وهو بيدور على روشانا وبيبعت له بالي علشان يجي لحد عنده
وأول ما بيروح له بالي بيعرفوا مناس إن المعدن اللي لقوه طلع سلاح علشان يخلص على العالم كله، وبيأمر مناس إنه يدور على البنت الحامل ويجيبها له في أسرع وقت علشان يقدروا يتخلصوا من المصيبة قبل ما تحصل. وبنروح لريشانا اللي بتلاقي نفسها جوه عربية وبتكون مش عارفة تتنفس، فبيديها مناس قناع الأكسجين وبيقول لها إن ده بسبب إنها قعدت فترة طويلة في المختبر، وبيسيبها وبيمشي. وبتيجي لولو حبيبة مانكوس وبتطمنه إنهم يروحوا على مدينة شامبا، وفجأة بيهجموا عليهم رجالة أكاش وبيكونوا عاوزين يفتشوا العربية لأن في واحدة حامل هربانة من المختبر. وفعلا بيفتحوا له العربية ومش بيلاقي فيها حاجة، وبيرمي راجل جوه العربية حجر، فبنكتشف إن في أشعة بتحجب الرؤية. وبيمد ايده بتطلع له لولو وبتضربه بالنار وبيقع، وقبل ما يموت بيطلب جهاز الانذار. ومانكوس بيقول لهم انهم لازم يهربوا بسرعه قبل ما الحكومه تقبض عليهم. في الوقت ده بوجي بتعرف ابهار ان تم الاعلان عن الجائزه الكبرى، وبيفرح ابهار جدا لانه هيسدد كل ديونه وهيبقى غني. وبتلاحظ لولو ان في عربيه جايه عليهم فبتروح علشان توقفهم، وفعلا بتقدر لولو انها تفجر العربيه. وبتشوف لولو عربيه اكاش، لكن أكاش بينجح إنه يطلع للعربية وبيوصل لروشانا، وبتروح لولو وبتفضل تضرب فيه وبتقدر تنتصر على أكاش في آخر لحظة وبتزقه بره العربية. وبتحاول روشانا وبانكوس إنهم يساعدوها، وبتتربط رجل لولو في جنزير وبتتسحب بره العربية، وبتقرر إنها تضحي بنفسها وبتودع حبيبها مانكوس. وبتقدر رجالة أكاش إنها توقف العربية، وبيضربوا مانكوس ورجالة أكاش بتحاصر العربية وبتنصحهم لولو انهم يمشوا بعيد عن العربية فورا. فجأة بيظهر واحد اسمه أرسوناما وبيهجم عليهم كلهم، وبيشوف روشانا وبيقضي على رجالة أكاش، وبيظهر أبهاير وبيضرب في بقية الرجالة. وبيروح عند روشانا وبيجي أرسوناما وبيحدفه على الأرض، وبتدور ما بينهم مواجهة شرسة جدا. وبتحاول بوجي إنها تساعد أبهاير وبتهجم بالعربية على أرسوناما. أرسوناما بيقدر إنه يكسر العربية، وبيتعصب أبهار أكتر وبيطيروا هما الاتنين في الهواء وبيفضلوا يضربوا في بعض وبتاع حجارة ضخمة على أرسوناما. وبيفتكر أبهاير إنه أخيرا هيتخلص منه، وفجأة بيطلع أرسوناما من تحت الحجارة. بنروح لجدة ماري اللي بتلاقي الشجرة الميتة نبتت مرة تانية، وبيجي لها الأطفال وبيعرفوها إن الأم الحامل وصلت ومعها راجل ضخم جدا. وأول ما بتوصل روشانا على مدينة شامبا بتنزل الأمطار وبيحتفلوا بيها كل المدينة. وبيرجع أبهار على بيته وبياخد معاه كابا وبيروح لمدينة شامبا، وبتهجم عليهم حراس المدينة. وكابا بيوقفهم وبيقول لهم إن ده محارب عظيم وما اتهزمش في أي حرب قبل كده، وإن هو ساعده كتير وجاي هنا علشان يساعد أهل المدينة. وفعلا بيدخلوا أبهار المدينة، لكن أبهار بيخون كابا وبيكهربوا هو والحراس وبيفقدوا الوعي. بيحس أرسوناما بالخطر وبيروح علشان يحمي روشانا، وأول ما بيخرجوا من المعبد بيشوف أرسوناما نسخة منه وبيبدأوا هما الاتنين يحاربوا بعض، وبينتصر في النهاية أرسوناما الحقيقي. وبيظهر إن النسخة التانية هي أبهاير، وبيحاول ياخد روشانا وأرسوناما بيمنعه، فبيفجر العربية على الفور وبيحدف عليها أبهاير. وبيظهر أبهاير وبيكون على هيئة إنسان آلي هو والعربية، وبيوصل مناس مع الجيش بتاعه. وبيقول أبهار لأرسوناما إن مفيش وقت، هو لازم ياخد البنت ويهرب فورا. لكن أرسوناما بيحدفه من على الجبل وبينزل جيش مناس علشان يحارب أرسوناما، وبيستعد حراس المدينة وبتبدأ ما بينهم حرب. وبيقدر مناس يكتف روشانا ويسحبها على السفينة وبتدافع عنها الجدة، لكن مناس بيقتل الجدة وبتضحي روشانا بحياتها وبتنط من فوق السفينة. وبيلحقها أرسوناما لكنها بتفلت منه على آخر لحظة، وبيساعدوا أبهاير وبيقدروا إنهم يطلعوا. وبيكتف مناس أرسوناما بسلاسل قوية مش بيقدر يفكها أبدا، وبياخد أبهاير البنت على العربية بتاعته وبيهرب بيها. وبتيجي ماري وبتسأل أرسوناما هو مين ده بالظبط، وبيفتكر أرسوناما كل الحروب اللي قام بيها، وبيفتكر إن ده أخوه اللي اتمرد عليهم. وبيروح بالي لصبرمار وبيقول له إنه بعد حمل 150 يوم ما قدروش يستخرجوا غير نقطة واحدة بس من المصل، فبياخدها صبرمار وبيحطها في قلبه وبيرجع إنسان بشري مرة تانية. وبالي بيقول له إنه فهم دلوقتي ليه كان بيعمل المجهود ده كله، وإنه هيروح علشان يجيب البنت اللي استخلصوا منها المصل لأنها لسه عايشة هي وجنينها. فبيقول له صبرمار إنه هيروح بنفسه للبنت علشان يخرج منها بقية المصل ويستعيد قوته ويحارب بعد كده العالم كله. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي،
وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات واقترح لنا أفلام تحب نلخصها، ويا ريت تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.